بسم الله الرحمن الرحيم. معكم سيف الإسلام من مراكن بروغرامين سكول. هذا الدرس رقم 8 غادي نتعرفوا فيه على الطاق ديال سيليكت. الطاق مهم جدا عندنا في HTML، كنحتاجوه بزاف. غنخليكم تشوفوا الوظيفة ديالو. نشوفوا هنا نتيجة. كما كتشوفوا هنا عندنا واحد اللائحة فيها خيار واحد اللي دخلناه هنا. غادي نضيفو بزاف د الخيارات باش نزيدو نوضحو. ماروك نديرو هنا فرنسا، هنا دبي، USA. هيك كما كتشوفوا هنا عندنا لائحة بسيطة. غادي نزيدو نعطيو جمالية أكثر. choose your country. شوفوا النتيجة دابا. كما كتشوفوا هنا عندنا اللائحة بالأسماء اللي دخلنا. هاد choose your country غنخرجوها على select. choose your country كيف ما لاحظتوا هنا عندنا في سطر واحد، اذا نبغيو نقسموهم اذا نستعملو الطاق ديال بريك. شوفوا النتيجة دابا. كيف ما كتلاحظوا هنا هذه هي أهمية الطاق ديال بريك، يعني كيخلينا نتحكموا في بزاف د الحوايج. كيف ما كتشوفوا هنا مثلا عندنا فرنسا، دبي، يونايتد ستيتس، يونايتد كينغدوم. اذا هذا هو الطاق ديال سيليكت، هو طاق مهم جدا. نتلاقاو في الدرس الجاي في طاق جديد. ما تنساوش سبسكرايب ولايك في الفيسبوك.